انخفاض في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصل إلى 48 جنيه و23 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم، أهلا بكم في قناتنا. جايبين لكم آخر أخبار أسعار الدولار قدام الجنيه المصري في بداية التعاملات، والموضوع ده يهم ناس كتير سواء في التجارة أو حتى في حياتهم اليومية. الدولار في البنك المركزي المصري سجل 48 جنيه و23 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و39 قرش. أما في البنوك المصرية فالأسعار كانت قريبة جدا من بعض. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 48 جنيه و27 قرش للشراء، 48 جنيه و37 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 48 جنيه و27 قرش للشراء، 48 جنيه و37 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 48 جنيه و27 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و37 قرش. أما في بنك CIB فسجل الدولار 48 جنيه و27 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و37 قرش. في بنك القاهرة سجل الدولار 48 جنيه و28 قرش للشراء، 48 جنيه و38 قرش للبيع. يعني كده نقدر نقول إن أسعار الدولار في البنوك المصرية مستقرة مع فروق بسيطة جدا بين بنك والتاني. وبكده نكون عرضنا لكم أسعار الدولار النهاردة. قولوا لنا في الكومنتات، شايفين الدولار هيستمر في الاستقرار ولا ممكن يحصل تغيير قريب؟ ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.